السلام عليكم. النهارده جايين نتكلم بكل حيادية، تشتري عربية ولا تشتري موتوسيكل؟ المناقشة دي مناقشة فكرية من ناحية المنطق ومش ناحية المشاعر، لأن انت لو ناحية المشاعر فدي حاجة تفضيل شخصي، ممكن تبقى انت شغفك للموتوسيكلات فكل ده هيبقى ملوش لازمة، ممكن شغفك للعربيات فكل ده مش هيبقى ليه لازمة. فاحنا هنا هنتكلم بالمنطق والمنطق بس. طيب احنا هيبقى عندنا ثلاث حاجات في المراجعة دي: موتوسيكل تحت ال 250 سي سي او موتوسيكل اقتصادي وده هيكون سعره تحت ال 100,000 جنيه، ده اول اوبشن. تاني اوبشن موتوسيكل سبورت او موتوسيكل 4 سلندر وده سعرها طبعا هتكون فوق 150,000 جنيه، ويبقى معانا عربية أيا كان نوعها ايه، مانيوال أو أوتوماتيك. أنا مش هحصر المقارنة في حتة معينة. طيب أولا هو السعر. احنا دلوقتي لو هنشتري موتوسيكل أو سكوتر فاحنا اوريدي البادجت معانا غالبا ممكن تبقى وحشة، ففي الحالة دي اللي هيكسب بدون أي نقاش هو موتوسيكل مثلا يكون 250 سي، فهيكون تحت ال 100,000 جنيه، هيجيب لك حاجة كويسة جدا. طيب لو انت دلوقتي حتى البادجت مثلا معاك 150,000 جنيه فبرضه هتجيب لك موتوسيكل يكون كويس مثلا أعلى من 250 سي، أو طلعت من الفئة المتوسطة إلى حد ما، ممكن كمان تزود شوية وتجيب حاجة ياباني كويسة. ف يعني في الرينج اللي تحت 200,000 جنيه فهو الموتوسيكلات إذا كانت ياباني أو إذا كانت موتوسيكلات عادية هتكسب. لو عربية فطبعا هتكون محتاج تبقى فوق ال 200,000 جنيه. فاحنا هنا اللي هياخد معانا نقط هما مين؟ الموتوسيكل العادي وموتوسيكل ايه؟ الأربعة سلندر أو الموتوسيكل اللي هو اللي هيبقى غالي. فكده واحد للموتوسيكل العادي، واحد للموتوسيكل الياباني أو الموتوسيكل الغالي، وصفر للعربية. طيب بالنسبة للمصاريف، طبعا أي موتوسيكل عادي مفهوش تفاصيل كتير، مفهوش حاجات كتير، هتكون مصاريف تشغيله قليلة. فبدون رغي كتير، لان الياباني مش هيكسب فيها ولا العربيه، فالموتوسيكل الرخيص او الموتوسيكل الاقتصادي هو اللي هيكسب معانا. ان كان هو نوع ايه، موتوسيكل رخيص تحت ال 100,000 جنيه مثلا فده الكسبان، فكده الموتوسيكل ده بقى اتنين. والموتوسيكل الياباني ده للاسف مش هيكسب معانا لان مصاريفه تقريبا زي العربيه او اكتر، فهيفضل واحد زي ما هو والعربيه هتفضل صفر. استهلاك البنزين، طبعا اي موتوسيكل اقتصادي تحت ال 200 سي سي فهيمشيك في اللتر يعني قول بالميت 30 كيلو، يعني انت كده قارص. تمام. فطبعا هو كسبان في الحته دي، فخد نقطه كمان. بالنسبه للموتوسيكل الياباني مش هديله نقطه لان هو مش موفر في البنزين، انت بتتكلم في مثلا ممكن 18 كيلو في اللتر، او ممكن يعني 15 كيلو في اللتر، 16 كيلو، فهو قريب شويه من العربيه. عربيات مثلا 1300 سي سي بتتكلم في 15 كيلو برضه في اللتر او 14 كيلو، فهم نفس الرينج. فاللي هيكسب معانا في الحته دي هو الموتوسيكل الاقتصادي، والموتوسيكل الياباني زي ما هو والعربيه زي ما هي. الراحه والنظافه، انت قاعد في العربيه، قاعد كده فارد رجلك وفارد ظهرك، مش محمل حاجه على ظهرك، مش بتسند بجسمك، فهنا انت بص يعني في حته تانية. قاعد يا باشا، مفيش تراب جاي عليك، مفيش عوادم عربيات جايه لابسه في وشك، فهنا طبعا العربيه هتكسب. تمام. فاحنا الموتوسيكل العادي ثلاثة، الموتوسيكل الياباني واحد، والعربيه بقت واحد، العربيه جايه في الطريق. عوامل الجو والطقس، العربية ينفع تركبها في الشتاء كورس، ينفع تركبها في الحر كورس، ممكن تشغل التكييف، الدنيا هتبقى هنا وهنا مقبولة شوية. فموتوسيكل ايا كان هو ايه نوعه بكام مليون جنيه فانت ستيل برضه بتتعرض لكل عوامل الطقس اللي هي احيانا بتكون حلوه، انت مثلا ساعات تبقى الجو حلو فانت بتحس بالجو الحلو ده، بس في نفس الوقت اغلب الاوقات اللي بيبقى الجو فيها ساقع قوي او حر قوي بيبقى الموضوع صعب بالنسبه لك. فانا هنا هدي نقطه كمان للعربيه، فبقى كده 3 موتوسيكل عادي، واحد موتوسيكل الياباني، واتنين العربيه. التنقل في الزحمه، يعني هنا طبعا احنا خلاص العربيه طبعا مش هتكسب حاجه، فانا ادي نقطه للموتوسيكل العادي، مع انه المفروض يعني الموتوسيكل الياباني ما ياخدش قوي، لان انا بحس ان مش كل الموتوسيكلات اليابانيه تنفع في الزحمه، او مش كل الموتوسيكلات تنفع في الزحمه، يعني انت لو جايب جولدن وينج مش هتنفع في الزحمه. بس هندي نقطه للموتوسيكل العادي ونقطه للموتوسيكل الياباني، مش هندي حاجه للعربيه. فكده الموتوسيكل العادي بقى 4، والموتوسيكل الياباني بقى 2، والعربيه بقت 2. عوامل الامان، هي كل حاجه بايد ربنا طبعا، بس الموتوسيكل او السكوتر ايا كان نوع ايه انت متعرض لاي حادث ان انت تبقى انت اول حاجه بتتخبط او اول حاجه بتتضرر. فطبعا مفيش اي عوامل حد كسبان، ولا موتوسيكل عادي ولا موتوسيكل ياباني، فطبعا العربيه هي كسبانه في عوامل الامان. طبعا انت جوه حاجه محمي حتى من اي خبطه، تبقى انت جواها. فهنا العربيه هي اللي تاخد نقطه، موتوسيكل عادي وموتوسيكل ياباني مش هياخدوا اي نقط. بالنسبه للتحميل والتخزين، انا شايف ان العربيه برضو بتكسب في النقطه دي، انت معاك 4 راكب، معاك شنط، معاك اي حاجه عايز تحطها في العربيه، فطبعا الموضوع سهل، محتاج تنقل حاجه، محتاج تروح مشوار، فانا شايف ان العربيه هتقدر تعمل ده على عكس الموتوسيكل العادي او الموتوسيكل الياباني. فبرضو نقطه كمان العربيه، النقطه دي محدش خاف فيها ولا في الموتوسيكل العادي ولا الموتوسيكل الياباني. سهوله التعلم والقياده، طبعا اسهل حاجه فيهم العربيه. يعني هتقول لي عربيه اسهل حاجه، هقول لك سهله لان انت بتتعلم ميكانيزم سواقه، انت بتتعلم ستيبس، بتتعلم خطوات، مش محتاج تتعلم معاها
ازاي تحسب زاوية اللفة مع الفرامل، مع اذا كان الارض فيها رملة ولا لا، مع ان انت توازن جسمك، مع ان انت تسيب دبرياج مع بنزين في نفس الوقت. في تفاصيل كتير قوي في الموتوسيكل بتتعلمها في السواقة. طبعا في السكوتر بتقل، بس ستيل برضو انت في عوامل كتير قوي لازم تركز فيها غير العربية انت محتاج تتعلم تسوق الماشين اللي انت راكبها، وبعد كده تبدأ تركز. مجرد ما اتعلمت تسوقها خلاص تركز في الطريق، تركيزك بيبقى أبسط بكتير من واحد مثلا أنا بسوق عربية وموتوسيكل. فطبعا وأنا سايق العربية الدنيا بتبقى بالنسبة لي أسهل بكتير جدا 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 من الموتوسيكل اللي بياخد كل تركيزي. فهنا طبعا نقطة للعربية. موتوسيكل عادي، موتوسيكل ياباني اللي طبعا أصعب بكتير في السواقة من حاجات تفاصيل كتير فيه، فعربية هتكسب فيها. في الآخر أنا شايف إن العربية هي الأساس. لو أنت معاك عربية هات موتوسيكل. لو مش معاك ولا عربية ولا موتوسيكل فلوس قريبة، أنا شايف إن العربية أهم. عربية يعني بنسبة مثلا 80% أنا بنزل بالعربية، حتى لو مشوار زحمة بنزل بالعربية، حتى لو عايز أوفر بنزل بالعربية، لأن العربية مش بتبهدلني. الموتوسيكل في أحيان كتير بيبهدلني. بس عشان أكون صريح، الموتوسيكل أوقات بيعالج حتة تانية، بياخدك كده في حتة تانية وانت سايقه، وبتحس ان انت في عالم تاني. فهو حتة شغف اكتر او حتة متعة اكتر، شعور بالحرية. الموتوسيكل مش بحس ان هو وسيلة تنقل بنسبة 100%، الا لو كان طبعا موتوسيكل اقتصادي انت جايبه يعني المشاوير اللي هو شغل وكده، وانت اوريدي مثلا البادجت كانت مش كويسة، فطبعا الموتوسيكل هيقضي الغرض كويس جدا. يعني زي ما انتم شايفين في المقارنة، انا شايف ان انت يا تجيب عربيه يا تجيب موتوسيكل اقتصادي. فكره انت تجيب موتوسيكل غالي دي انا شايف ان هي فكره فاشله، الا لو انت معاك عربيه، عشان بس نكون صراحه مع بعض. ودي كانت جاست حلقه دردشه، انا بتكلم معاكم اللي هو انا هعمل ايه، او انا فكرت ازاي لما جيت اجيب عربيه وموتوسيكل. او انا دلوقتي مثلا معايا عربيه وموتوسيكل، ايه اللي بالنسبه لي اهم؟ انا بالنسبه لي العربيه اهم. الموتوسيكل ممكن مره كل اسبوعين بنزل بيه، او مره كل اسبوع، بس مش هو وسيله المواصلات الاساسيه. لان في اخر اليوم انت بتبقى عايز حاجه تريحك. بس كده، سلام.